الاهلي يضغط لحسم صفقه الموسم. اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب يكثف جهوده من اجل ضم اللاعب مصطفى محمد نجم نادي نانت الفرنسي والزمالك السابق. الاهلي ضاغط للتعاقد مع مصطفى محمد نجم نادي نانت الفرنسي من اجل تدعيم الهجوم. الاهلي عايز يتعاقد مع مصطفى محمد، والفتره الجايه هنشوف مفاوضات قويه من الاهلي لضم اللاعب، واللاعب يوافق مبدئيا على الانضمام للنادي الاهلي. ونقطه خلاف وحيده تمنع مصطفى محمد من الانتقال للاهلي، ونقطه الخلاف الوحيده ان الاهلي عاوز مصطفى محمد اعاره مع وجود بند احقيه الشراء بعد نهايه الموسم الاول. وقال وكيل اللاعب للكابتن محمود الخطيب ان اللاعب موافق على الانضمام للاهلي لمده موسم واحد بنفس راتبه مع نادي نانت الفرنسي، وهو 2 مليون دولار بخلاف 2 مليون دولار اعلانات من موسم الرياض، بخلاف ان الاهلي هيدفع قيمه الصفقه لنادي نانت الفرنسي. اعتقد ان مصطفى محمد لاعب غير مفيد للنادي الاهلي، وهو يبوظ اوضه اللبس في النادي الاهلي، وان الافضل هو التعاقد مع اسامه فيصل لاعب نادي البنك الاهلي. رايك في صفقه مصطفى محمد للنادي الاهلي، وهل هتبقى مفيده للنادي الاهلي ولا هتبوظ اوضه اللبس في النادي الاهلي؟ ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.